احنا في تونس كي تحط الماكله نقولوا هيا وبسم الله. هيا وبسم الله يا جماعه. وصفتنا لليوم افخاذ الدجاج بطريقه ولا اروع. ناخذ طنجره نحطوا فيها افخاذ الدجاج، نضيف عليها الماء، ملح، ليمون، اوراق رند وزعتر، ونخليها تسلق في الماء. ناخذ 4 حبات بطاطا ننظفوهم بطريقه جيده جدا، نغسلوهم ثم نقطعهم مربعات ونحطوهم في طنجره مع قليل من الملح ونخلوهم يتسلقوا في الماء. بعد 35 دقيقه تقريبا دجاجنا يكون جاهز. نحوه من الماء ونخليه يبرد لمدة 10 دقائق. وبعد ناخذ أفخاذ الدجاج نحو اللحم الحالو، لحم الدجاج الحالو والعظم الحالو، ونفتفت الدجاج بطريقة جيدة جدا. نضيف عليهم البطاطا ونفروهم بطريقة جيدة جدا، ملح وفلفل أسود وبابريكا، وما ننساوش نشخشخوها بالجبن ونخلط الخليط بطريقة جيدة جدا. العظم نتاع الفخذ ما نرموهوش، باش نضيف عليه الخليط اللي عملناه بالطريقة اللي تشوفوا فيها، بحيث يكون شكل الفخذ، أما الشكل هذا يكون فيه بطاطا ودجاج وجبن والأشياء هذه كلها. الشكل والله جميل جدا. نغطسوا الافخاذ اللي عملناها في البيض والخبز المرحي، وبعد نتعداو لعمليه القلي. لو مش متابعني ما تنساش باش تتابعنا. شكرا لكل المتابعين اللي تفاعلوا معنا في الصفحه. الزيت متاعنا خليناه يسخن في درجه حراره متوسطه، نبداو عمليه القلي. عمليه القلي هذه ما تاخذش منا اكثر من 5 دقائق تقريبا، نتحصلوا على لون ذهبي ومقرمش كريسبي. بسم الله ما شاء الله. نجم نضيفوا بجنبها سلطه مع شويه كيتشوب شويه مايونيز، وتاكل صحه بشفاء للناس الكل. واي شخص عنده استفسار يدخل عندنا لللايف نجاوبه على جميع الاسئله، سواء كانت الوصفه هذه او وصفات ثانيه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الشكل. شوف. تحيه لكل من شاهد هذا الفيديو.